شوية حاجات كده لو عملتهم مش هتحس بأي إحباط وهتكمل طريقك عادي وهتنجح إن شاء الله. أول حاجة وأهم حاجة، ما تستهنش بالحاجات الصغيرة والبسيطة. تعرف نظرية تأثير الفراشة؟ النظرية دي حلوة قوي، بتقول إن رفرفة جناح الفراشة قد يسبب فيضانات وأعاصير ورياح حادة. النظرية دي بتتكلم عن فعل شيء قد يبدو من وجهة نظرك بسيط لكنه قد يسبب في النهاية لكارثة. بالبلد كده الحاجة الصغيرة في البداية ممكن ينتج عنها على المدى البعيد حاجات كبيرة جدا. انت تعرف ان الرصاصتين كانوا مع واحد قد كده عنده 19 سنة كانوا هم السبب في الحرب العالمية الأولى واللي مات فيها أكتر من 16 مليون قتيل و21 مليون جريح ومشوه. انت تعرف ان رسالة واحدة فقط وبسيطة جدا اتبعتت ل3 أشخاص على تليفوناتهم مكتوب فيها مواعيد وفاتهم الحقيقية غيرت حياتهم بالكامل. أول واحد قرر انه يتخلى عن وظيفته، خرج في رحلة للقطب الشمالي ماشي على رجله، والتاني بقى مشهور ومعاه فلوس كتير مش عارف يوديها فين عبر تعرضه لتجارب مميتة اعتقادا منه ان ميعاد وفاته لسه ما جاش، والتالت صرف كل اللي كان محوشه طوال السنين اللي فاتت على ملذاته الشخصية اعتقادا منه ان ميعاده قرب ولازم يستمتع بالحياة. اوضح لك اكتر، تدخل عشان تنام تحس بعد كده انك عاوز تروح الحمام بس الجو بره ساقع، تمسك نفسك وتقول انا هنام بسرعه مش هحس باي حاجه، تقعد على السرير تتقلب يمين شمال لمده ساعتين فتقرر في النهايه انك تروح الحمام. معنى كده انك ضيعت ساعتين من عمرك في اتخاذ القرار مع ان كان ممكن تستخدمهم في نوم هادئ وعميق لو قمت دقيقه واحده بس. سيجاره ممكن ما تكونش ليها تاثير لكن على المدى الطويل تسبب لك ضعف في الرئتين وضيق في التنفس وسرطان في الرئه. يكفينا الشر يا رب. الحكمه انك ما تكسلش في حل مشاكلك الصغيره والبسيطه دي، حلها في اسرع وقت ممكن عشان تستغل الوقت ده في حاجه اهم. تخيل نفسك بعد 10 أو 20 سنه من دلوقتي وانت منتظم على فعل بسيط، قرايه ايه من القران مثلا او تعلم لغه اجنبيه لمده 10 دقائق يوميا او ممارسه رياضه او تعلم حرفه او مهاره في خلال فتره بسيطه بشكل يومي او حتى اسبوعي. تخيل شكلك هيبقى ازاي مع المهاره اللي انت اتعلمتها دي. اكيد هتبقى من الاشخاص البارزين بالرغم من استثمارك وقت بسيط على مدى طويل. لو قدرنا نطبق النظريه دي على حياتنا هنلاقي مش بس قراراتنا المصيريه هي الاشد تاثيرا في حياتنا، ولكن ممكن بعض الافعال العاديه والصغيره والبسيطه واللي بنقوم بيها بشكل متكرر ليها تاثير كبير. وما تقولش مفيش امكانيات، هم علماء المسلمين كانوا عندهم امكانيات لما علمونا الفلك والحساب، ولا اينشتاين كان عنده معمل متطور لما اكتشف الجاذبيه الارضيه. ممكن تكون شايف ان كتابه صفحه واحده بمعدل يومي شيء بسيط، بس في خلال سنه هتلاقي نفسك انجزت روايتك الاولى او كتابك الاول. برنامجك اللي بتبتكره لو كل يوم تضيف له جزء صغير ولو سطر واحد في خلال سنه هيبقى عندك رؤيه واضحه وشامله. منشور واحد تقراه عن فشل العلاقات الزوجيه وكثره اعداد الطلاق على المدى البعيد هتلاقي نفسك كاره لاي علاقه تربطك باي واحده. التغيرات الصغيره واللي انت تفكر انها عاديه واحيانا ما بتديلهاش اي اهتمام ومفكرها حاجه بسيطه ما تستحقش انك تتعب نفسك بالتفكير فيها هتحولك في النهايه لشخص غير راضي عن نفسه. السعاده مش هتجيلك لو امتلكت الدنيا بحالها، السعاده بتيجي من الحياه البسيطه العاديه والجميله اللي ما فيهاش احلام كبيره توجع الظهر. لو كنت متوقع انك هتحس بالسعاده والفرح لو امتلكت الجهاز الفلاني، او كل مشاكلك هتتحل لو كنت متجوز، او هتبقى اكثر سعاده لو امتلكت العالم او غيرت الامه او امتلكت قصر او عربيه فخمه، تبقى موهوم، لانك هتلاقي نفسك في الاخر عاوز تاني وتالت ورابع ومش هتبطل تاخد من الدنيا.